المغرب اشترى منتخب نيجيريا والمباراه كانت متباعه ونيجيريا سايبه المباراه، وكل ده بان في تصدي ياسين بونو الاخير انه كان عارف مكان ضربه الجزاء. دي اكتر حاجه عبثيه اقسم بالله ممكن اكون سمعتها في حياتي. ايه الهبل ده يا جماعه؟ انت طالما الماتش متباع يقول لك اصل التحرك بتاع ياسين بونو الاخير هو تحرك غريب وتصدي اعجازي بالنسبه لي. بيهزروا يعني، اكيد بيهزروا، اكيد الموضوع مش بجد، اكيد الموضوع كوميدي كده. لقيت بعض صناع المحتوى بيتكلموا عن القصه، ولقيت لك بوستات بيقول لك اصل المنتخب النيجيري ما كانش قوي زي البطوله كلها. شوف منتخب نيجيريا كان عامل ازاي مع منتخب الجزائر، وشوف كان عامل ازاي مع المنتخب المغربي. لا ده هزار، لا ده هزار اقسم بالله. يعني ايه؟ يعني ايه منتخب بحجم منتخب نيجيريا وبلد بحجم نيجيريا كرويا في افريقيا يقول لك اصل بايع الماتش؟ لا، نيجيريا واحده من المنتخبات اللي بتنافس دايما على البطولات واسم كبير جدا في عالم كره القدم الافريقي. يعني ايه بايع الماتش للمغرب ويبيع الماتش ايه؟ ويبيع الماتش ازاي؟ يقول لك اصل اداؤه في الملعب كان مش عارف ايه. عشان المنتخب المغربي قوي يا حبيبي، عشان المنتخب المغربي اقوى منتخب في البطوله، وقلت الكلام ده من بدري جدا. يقول لك اصل بص ضربات الجزاء. هو لو بايعين الماتش ايه اللي يوصلهم لضربات الجزاء اصلا؟ يعني ما خلوش المغرب ليه يجيبوا جول في ال 90 دقيقه او في ال 120 دقيقه؟ ايه اللي مخليهم مكملين 120 دقيقه وضربات جزاء؟ لا اصل عشان يحبكوها يا راجل. يقول لك طب بص ضربات الجزاء. طب اصلا اللي ضيع الاول المنتخب المغربي، يعني المنتخب المغربي هم اللي ضيعوا اول التسديده الثانيه، يعني هم في اصلا لان ده عبط. انا بقنعك بايه؟ ده هبل. اللي بيقول كده ده محتاج يعني يكشف على سلامه قوى العقليه. سيبك من ده. التربص بالمغرب في البطوله غريب. يعني مع نيجيريا اصل نيجيريا بايعه المباراه، مع تنزانيا اصل هم فازوا بالتحكيم وكان في ضربه جزاء، وانا شايف ان كانت ضربه جزاء صحيحه كانت المفروض تتحسب، بس اخطاء تحكيميه حتى لو اتحسبت واتسجلت. اما المغرب هتاكلهم في الاكسترا تايم وده طبيعي، دي تنزانيا يعني. في المجموعات اصل اداء المغرب مش مقنع. مش مقنع ايه يا ابني؟ مش مقنع ايه؟ المغرب صعد اول مجموعه، كسبنا ماتشين ومتعادلوا ماتش مع مالي وصعد بالسبع نقاط. مش مقنع ازاي؟ طب ده المغرب لعبت حتى الان 6 ماتشات ووصلت للفاينل دي فيها جول واحد بس من المنتخب المالي من ركله جزاء، ما جاش فيهم ولا جول من لعب مباشر ولا جول من لعب مفتوح، ما جاش فيهم ولا هدف. لعبوا جزر القمر 2-0، لعبوا المنتخب المالي 1-1 بركله جزاء، لعبوا مع منتخب زامبيا 3-0، مع منتخب تنزانيا 1-0، مع المنتخب الكاميروني 2-0، مع منتخب نيجيريا وصلوا بضربات الترجيح. ما جاش فيهم جوال، ما جاش فيهم جوال يا ابني. يعني خط دفاعهم ما بيجيش فيهم جوال. طب هداف البطوله من عندهم، هداف البطوله من عندهم ابراهيم دياز. طب يعني مش فاهم احسن جون في البطوله من عندهم ايوب الكعبي. طب انا مش فاهمك، يعني انا مش فاهمك اقسم بالله مش فاهم. شكرا لتتبعكم هذا الفيديو، مرحبا بكم بمتابعتنا.